مساء الورد عليكم وجمعة مباركة يا رب على كل الناس. سيدنا عمر بن الخطاب كان دايما بيقول: أميتوا الباطل بالسكوت عنه، وإن لله عبادا يحيون الحق بذكره ويميتون الباطل بهجره. يعني إيه؟ لما يبقى موضوع مش مستاهل ما تتكلمش فيه عشان ما يكبرش، اهجره، هو هيموت زي النار كده، لما متلاقيش حاجة تاكلها بتنطفي. هو ده بالظبط معنى الحديث. انا بقول الكلمة دي لسبب بسيط. الاعلان بتاع الزمالك، طبعا الزمالك فوق دماغنا، محدش يقدر يقل من الاهلي ولا من الزمالك ولا الفرقة دي كلها، تمام؟ الزمالك فوق دماغنا اكيد، مليون في المية الزمالك فوق دماغنا. بس قصة ان يجي اعلان ونادي كبير زي الزمالك او مسؤول عن الزملكاويه او بعض الجماهير الزملكاويه وتقول لك اصل احنا هنعمل وهنشتكي ومش عارف ايه. طب يا ابن الحلال، محدش جاب سيرتك، محدش جاب سيرتك، محدش قال يا زمالك، محدش قال حاجه. هتقول لي، هقول لك المقصود الزمالك ضمنيا، ماشي، بس اللعب رايح جاي. يعني ايه رايح جاي؟ يعني الرد ما بيبقاش اللي انا اطلع اقول انت بتحكي عني، الرد اللي انا ارد بحاجه مماثله، اعمل اعلان مماثل، اجيب مش عارف ايه وارد. هي كده اضرب ولاقي، اضرب ولاقي. لكن لا، ومش عارف ايه وهنقاطع ومش عارف إيه. انت محدش جاب سيرتك، ما تركبش نفسك انت الاتوبيس، يعني مش بتاعتك الحوار ده خالص يعني، تمام؟ انا والله بحب الزمالك بعد الاهلي طبعا، يعني مش بكره الزمالك، عمري ما كنت بكره الزمالك، بس هما بيدققوا في الحاجات دي ليه؟ انا مش فاهم. هو جه برضه ساعة إعلان بتاع، مش فاكر مين والله، بن شرقي ولا إمام عاشور، لما جه يمكن بن شرقي، لما جه في البرومو بتاعه صور نادي الزمالك في الإعلان. يا انتوا مطلعين صور نادي الزمالك ليه؟ طب يا عم نطلع صور هو صور نادي الزمالك، أنا عملت يعني أنا ما يطلع صور نادي الزمالك، إيه المشكلة؟ هو طالع، قد يكون 90% المقصود إيه؟ ضربة كده من تحت الحزام. بس الرد عليها ان انت تعمل حاجه زي كده، تروح تاخد لعيب وتصور جزء من النادي الاهلي ويبقى ايه، قاعدين منتظرين الرد والفعل ورد الفعل، ده اللي بيحصل يعني. لكن لا، ما تطلعش تعمل كده، لا ما تقولش على كده احنا هنروح يا عم الدنيا بسيطه يا زمالك، الدنيا بسيطه، وكبر دماغك عشان انت فريق كبير. انتوا عملتوا دعايه عكسيه الاتصالات. الاعلان اساسا لو كانش اتشاف بسبب حوار اتصالات ده وحساب حوار الزمالك اللي بقى، يعني انا راجل مش متابع